حكاية من قاع الخابية. يا قاع الخابية يا ذات الذات، يا غول مخبي وكوم حكايات. حمام الذهب. اليوم حكايتنا اللي صارت بطبيعة في زمان بكري منذ قرون غير معلومة، تهزني وتهزكم القلب المدينة العربي، وبالتحديد الحمام بحذا سيدي محرز، وغالباً اللي هو حمام الرميمي. لكن الأسطورة اللي تنقلوها الأجيال أعطاته اسم آخر وهو حمام الذهب، فما اللي سميه زادة حمام البنية. وكما كثرت التسميات كثرت زاد الروايات، لكن القاسم المشترك بيناتها هو أنه فما بنية اختفت وبلعتها الأرض. الرواية الأولى للأسطورة، وهي اللي أنا بيدي كنت نسمعها من عند أمي وأنا صغيرة، تحكي على امرأة جاها عراف من هيك السحارة متاع بكري اللي يطلعوا الكنوز. قال لها: عندي كنز مدفون، ما تطلعوا كان بنتك هي اللي عندها الأمارة. ما هو بكري كانوا ديما يفركسوا على الكنوز المخبية تحت الأرض، وهي كي تجي تشوف حتى التو ما زالت الظاهرة، لأنه اللي يتصف بالجشع والطمع يفركس ديما على الكسب السريع. وكان تطليع الكنوز فيه طقوس، ومش اللي يجي يطلعوا به الكنز. كانوا هيك السحارة يعتقدوا اللي بعض الناس عندهم أمارة في أجسامهم تقول اللي الشخص هذاك مقدر ليه تطليع الكنوز، كما البنية متاع حكايتنا. أي المرأة هزها الطمع، تفهمت هي وهيك السحار وين يتلقاو. هزت بنتها وجاء سي السحار، حفر حفرة، أعمل الطلاسم متاعو، شعل شمعة، وبعد ما كمل هذا الكل جاء للمرأة وقالها: شوف يا بنت الناس، توا بنتك كي باش تعبت باش تلقى الكنز، مجوهرات وذهب وغيره، وباش تلقى مكحلة. أول حاجة طلع لي المكحلة، ومن بعد طلعك الذهب حلال عليك. ويروى في بعض الحكايات اللي تنجم المكحلة هذيك كيف يكحل بها في عينيه يرى الكنوز اللي موجودة في العالم الكل، ويرى برشا حاجات. ايش علينا فيه؟ نرجع لحكايتنا. زاد خزر للمرأة وقال لها: أهم حاجة في هذا الكل يلزم بنتك تطلع قبل ما تذوب الشمعة وتطفى، ما كانش تتسكر عليها الحفرة وتقعد تحت الأرض. هبطت هيك الطفلة تحت الأرض، لقات المكحلة، أعطتها له، خذاك المكحلة فرحان بيها، مشى على روحه وخلى المرأة وبنتها بدأت تطلع في الذهب. بدأتك الشمعة تذوب والحفرة تضيق، والطفلة تبكي وتقول لأمها: يا أمي راهي الحفرة باش تتسكر، وأمها تقول لها: ما زالت تزيد شوية، حتى لين ذابت الشمعة وتسكرت الحفرة على الطفلة، ومقعد كان صوتها طالع من تحت الأرض. وقتها فاقت الأم على روحها وندمت وقت اللي ما ينفع ندم. وكان آخر كلام البنية وصايا لأمها، قلت لها: يا أمي نحبك تبني لي حمام فوق الأرض هذه باش نتونس بصوت الناس. وكان العمل هكاكا، بنات لأم الحمام اللي ولا اسمه حمام الذهب، ولا زاد حمام البنية. الرواية الثانية للحكاية تقول اللي الواقعة هذه صارت في الحمام بيدو، أما الأم هي مولاة الحمام. نهار من نهارات شافت ذهب في شق من شقوق الحمام، هبطت بنتها باش تطلعه، وك الطفلة قاعدة تترجى في أمها تطلعها على خاطر فما جن يجبد فيها اللوطة، والمرأة ماهيش هوني باقي طالبة الزيادة، حتى لين الطفلة بلعتها الأرض وإلا الجن اللي تحت الأرض، ومقعد كان شعرها الطويل. وتزيد تقول الحكاية اللي شعر البنية قاعد ديما ينبت من بين شقوق أرض الحمام، والأم هي مولاة الحمام تجي كل يوم، وفما اللي يقول كل جمعة تقصه باش تردم اللي صار كيما تردمت بنتها في قاع الحمام وما يسمع بيه حد.
يا حمام الرميمي خطاف الصبايا، خطفت بنت عمي متغطية برداية. قداش وجيعة وليعة في هالكلام اللي نمهدوا بيه لفصل آخر من الحكاية. ما هو باش تكمل تتنسج مليح خيوط الأسطورة يلزم يتزاد لها شوية تشويق. عاد يحكيوا اللي بعد عام من حكاية الأم وبنتها فما بنية شابة مخطوبة لولد عمها اللي من كثرة محبته ليها وغيرته عليها وهي ماشية الحمام العرس أعطاها برنوس وتلبسه باش ما يغزروا لهاش الرجال في ثني. لبست البنية هيك البرنوس وسبقت للحمام على أساس عائلتها باش يخلطوا عليها. توا هذا كلام حمام عرس وماشية البنية وحدها والعائلة وحدهم. ساعات بعض حكاياتنا القديمة تفتقد للمنطق. نرجع لقصتنا كيفاش تحكيت. أي بعد ما سبقت البنية للحمام خلطوا عليها عائلتها، جاو يفركسوا عليها ما لقاوهاش، ما فما كان البرنوس ملوح في قاع الحمام، وصوت الطفلة من وراء الحوض تبكي وتقول اللي اختفها الجن الأحمر اللي في الحوض. عيطوا لخطيبها بدا يحفر وين بلاصة الصوت ملقى شيء، حتى لين الصوت بدا يهفت حتى اختفى. وأيس الطفل وبدا يبكي ويغرد ويقول يا حمام الرميمي خطاف الصبايا، خطفت بنت عمي متغطية برداية. ما زالت القصة ما وفاتش، وما زال في جراب المخيال التراثي للتوانسة ما يتحكى. فما اللي يقول اللي قعد الحمام كل عام في الوقيت هذاك يبلع طفلة، حتى وصل الخبر للباي اللي يحكم وقتها. عيط المولات الحمام اللي قرت باللي صار، يا أخي آمر باش يتسكر الحمام نهائيا، وقعد مسكر اليومنا هذا. وفما اللي يقول كي شاعت الحكاية وتعرفت ولا الحمام ما يدخلوا له كان نساء المتزوجات، ومن بعد ولا مخصص للرجال فقط، وما عادش يدخلوا له نساء بالكل توا فوق 400 سنة. والحقيقة برشا نسخ أخرى لهالحكاية تنجم تكون موجودة، وينجم يكون الاختفاء فما منه لسبب من الأسباب. غير الناس وقتها كانوا متعلقين بالتفسيرات الغيبية والعجائبية، وخلقوا هالأسطورة اللي قاعدت جزء من موروثنا وذاكرتنا، وملهمة حتى للإبداع الفني والأدبي، كما الرواية اللي كتبها الأديب التونسي محمد عيسى المؤدب، حمام الذهب بلاع الصبايا.